جيم اوفر أيها البلياتشو. أخبار وأقاويل بيتم ترديدها بأن كولر أعطى الضوء الأخضر لإدارة النادي الأهلي في الاستغناء عن محمود عبد المنعم كهربا. بشوف إن دي النهاية الطبيعية لعقلية زي عقلية محمود كهربا، وده بسبب أحداث كتير أنا وإنت كمشجعين سواء كنت أهلاوي أو زملكاوي عشناها. كهربا في الزمالك كان نجم الشباك الأول في مصر، ولاعب ما كانش سد خانة، لاعب كان بيبدع ومفتاح لعب مهم في مركزه، ولكن الغرور والتكبر وشبح السوشيال ميديا خدعه بأنه ياخد خطوة. أي لاعب أخدها كان مصيره معروف وواضح للجميع، بس اللاعب ما فكرش في التفاصيل دي وركز مع بعض السطحيين اللي كانت بتردد مشطشط يا كهربا وحراق يا كهربا. وفي الوقت اللي كان بيردد فيه المشجع الكلام ده، كان اللاعب دايما بيصدر مشاكل لزمايله، وكان بيتم تمييزه عن الآخرين في ظهوره الإعلامي المتكرر على حساب نجوم للفريق تستحق الامتيازات دي. ده غير مشاكل اللاعب مع مدير الكرة السابق وكابتن الفريق ومديرين فنيين كتير. وجمهور الأهلي هتلاقيه دايما كان بيحط 1000 مبرر عشان يأكد لك إن الكلام ده مش حقيقي. حتى الإعلام كان بيحط 1000 مبرر إن الكلام ده غير صحيح، وإن الكلام ده من وحي خيال كل مشجع زملكاوي. ومع وجود لاعب بحجم وقيمة وسام أبو علي ورحيل مرتضى منصور وأعوانه، الموضوع خلاص بقى جيم أوفر يا بلياتشو. وحقيقي اللاعب بالنسبة ليا أنا مش شمتان فيه، لأن المشهد واضح من البداية، وكل اللي كانوا بيدعموك بيستخدموا واحد غيرك دلوقتي، وكل فترة هتلاقي الكومبارس بيتغير طالما دورك انتهى. وفي النهاية ده درس لكل لاعب يعتقد إنه هيكون أذكى من مصطلح الأخلاق الرياضية ويفكر يضحك على الجمهور بإنه يبوس تيشيرت ويهتف هتاف مع مشجع. بلاش تطلع رحلة العاطفة مع أي لاعب والسلام، اطلع رحلة العاطفة مع لاعب واحد هيمثلك ويكون قدوة للآخرين.